مساء الخير على كل المشتركين الحلوين بزيادة. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اليوم اللي انا ما بعملش فيه فيديو يا جماعة فعلا بحس ان في حاجة ناقصاني. خلاص انا اتعودت عليكم، خلاص اتعودت ان انا اعمل فيديو كل يوم واطلع معاكم. احب اشكركم بس قبل ما ابتدي الفيديو، اشكركم جدا جدا واشكر كل المشتركين معايا في القناة جديد. وطبعا كل المشتركين بتوعي طبعا على راسي على راسي يا جماعة. وبشوف كومنتات بتاعتكم وكلامكم الحلو وكلامكم طبعا اللي بصوا يعني ايه بيشجعني ان انا اعمل معاكم فيديوهات واطلع معاكم. متشكرة جدا جدا. ولو وصلت لحد هنا معايا ولسه اول مره تشوفيني او اول مره تسمعيني، يا ريت يا ريت تنوريني بالاشتراك. واي مشاهد معايا جديد على راسي على راسي نورني بالاشتراك طبعا. عايزين عيلتنا تكبر يا جماعه، وانا معاكم برضو وانتوا معايا، ونكبر واحده واحده مع بعضنا. واكون شاكره جدا جدا ليكم وعلى كلامكم حلو وعلى دعمكم ليا. تمام، هبتدي بقى الفيديو عشان انا رغيت كتير. انا عندي طريقه كده خاصه لغسيل المواعين او غسيل الصحون او غسيل الاطباق اللي معايا. بعمل ايه يا جماعه؟ انا ما عنديش طبعا اطباق بلاستيك خالص. تمام، انا حاجتين اللي انا بحبهم ما بحب اشتغل فيهم، الاستانلس والالومنيوم. دول الحاجتين دول يعني ايه حلوين قوي معايا. هنا بجيب بقى طبعا حله كبيره او اي حاجه كبيره عندك، هتحطي فيها ميه، هتحطي فيها صابون سائل، هتحطي فيها ربع كوبايه خل، وشويه ليمون بقى كده عندك بقى انت عصراه كنت مستعملاه. عندك برلمون اللي هو الكبير ده ممكن تعصريه في قلب الميه، هيديكي نتيجه مبهره يعني فوق المبهره. تمام، انقعي فيها الحاجه الكوبايات الاول طبعا بتدي انك تغسليها الاول، انقعيها فيها لمده دقيقه بس. تمام، وتفرجي بقى على النظافه والريحه الحلوه والتعقيم في نفس الوقت اللي هيديهولك. كوبايات بقى طبعا الصحون زي ما انت شايفه بتبرق معاكي معايا ازاي. طبعا المعالق مرايات، الحلل مرايات جدا. بصي بتدي نتيجة مبهرة يا جماعة. الطريقة يا جماعة الطريقة دي بتغنيكي والله عن غسالة الأطباق. لا هتستفادي، أول حاجة غسيلك هيبقى حلو، حاجتك هتبقى نظيفة، حاجتك هتبقى متعقمة وحلوة. إيدك طبعا الليمون طبعا يعني لا غنى عنه، هيديكي برضو نعومة حلوة لإيدك. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية، أنا ما برميش المية بعد ما بخلص بقى غسيل الصحون بتاعتي، ما برميش المية دي، بس يعني بستعملها زي ما انتم شايفين. طبعا شلت الليفه بتاعتي بتاعت الاطباق، عندي الليفه دي يعني ايه ما برميهاش، يعني خلاص استهلكت بقى وكده ما برميهاش، بستخدمها زي ما انتم شايفين معايا كده. اغسل فيها بقى الرخامات، الحوض، الخلاطات، الرخامات. تمام، هنا بقى لازم لازم يا جماعه انك تعقمي الحاجات دي كلها بالميه اللي معاكي او بشويه خل، حتى لو مش هتعملي الحركه اللي انا بعملها ديت انك تنقعي تغسلي الصحون اللي معاكي في الحله او كده، او في الطبق اللي فيه الحاجات دي. اعملي الايه الطريقه دي، شويه ميه بشويه خل وعقمي بيهم الحوض وعقمي بيهم الخلاطات بتاعه الحوض. بتديكي نتيجه مبهره يا جماعه. لمعان، بتديكي نظافه، بتديكي ريحه حلوه. عموما اي حد يدخل عندك، وبصرف النظر ان حد يدخل عندك، انت بقى انت عينك بقى عينك هتبقى مرتاحه، وحاجتك هتبقى نظيفه. تشربي في كوبايه ريحتها حلوه، تمسكي الكوبايه تلاقيها بتلمع في ايديكي، هتبقي انت يعني ايه نفسيا حتى مرتاحه. مع المعالق بتاعتنا طبعا بتتصبغ من مكان الشاي من مكان النسكافيه. الطريقه دي بتدي يا جماعه يعني نتيجه مبهره، نتيجه فعلا حلوه قوي قوي. تنظيف، تعقيم، تلميع في نفس الوقت. مش عايزه اطول عليكي اكتر من كده، بس انا حابه بس ان انا اشارككم بحاجه انا بعملها، حاجه كويسه مفيده مش هتضرك ابدا ابدا. بالعكس لو مش هتستفادي منها فهي مش هتضرك. تمام، بس انا شايفاها ان انت هتستفادي من الطريقه دي لو انت ما بتعمليش الطريقه دي. تمام، لان احنا كلنا طبعا ستات بيوت شاطره وزي الفل، اكيد بنقعد نفتكس كده اي حاجه كده بتطلع في الاخر ايه، اختراعات احنا اللي بنعملها وبتدي نتيجه حلوه ومبهره جدا. و وحاجتنا بتبقى حلوه وحاجتنا تبقى ريحتها حلوه. هتاكلي في طبق نضيف بيلمع قدامك، هتشربي في كوبايه بتلمع قدامك، حنفيتك بتبقى بتلمع قدامك برضو. متعقمه. ما تخافيش بقى ابنك يمسك حنفيه، انت تمسكي حنفيه وتمسكي اكله او تمسكي حاجه. لا، بتدي طريقه بتدي نتيجه مبهره يا جماعه. و... وتلميع في نفس الوقت. وريحه المطبخ بتبقى حلوه، ريحه الحوض بتبقى حلوه، ايدك بيبقى فيها لمعان. و... وفي نفس الوقت يعني نظافه. اشوفكم بقى على خير، ومش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، واقول لكم هنا باي باي.